مش كفايه بقى كباتن اوبر وديدي واندرايفر والناس دي بقى، مش كفايه بجد فكره ان انا كل ما اركب مع سواق او كل ما اركب مع كابتن عشان ما يزعلش يكلمني في نفس الموضوع، دي علامات استفهام. زي ان هو مثلا عامل ان ده سايد هاسل وان هو ليه شغلانه اساسيه مثلا، وان هو بيقبض كتير جدا بس هو نازل يرفه عن نفسه. او زي مثلا ما هو بيشرب مالبورو جولد مثلا او مالبورو احمر مثلا فهو معاه فلوس كتيره جدا. او زي ان هو بيكره اي حد بشكل عام بيركب معاه في العربيه ولد وبنت ويفضل يبص لهم بصات مش تمام على انهم بيعملوا ايه القرف اللي هم بيعملوه ده بجد. يعني انت عالم قذره، انتوا ازاي بتعملوا كده مع انهم ممكن يكونوا اخواته قاعدين مع بعض ورا؟ يعني انت مالك؟ هي دي بقى الفكره. انت لو هم عملوا اي حاجه مخله ممكن تنزلهم فعلا وده هيبقى حقك. بس الفكره بقى طالما انتوا كلكم بتدافعوا عن الشرف وعن المبادئ وعن ان انتوا ما بتحبوش تركبوا الناس الوحشه، اما كل اللي بيحصل من الكباتن ده بشكل عام ايه؟ مش قصدي حاجه، مش قصدي ان كل الناس وحشه، لا مش كل الناس وحشه، زي ما في حلو وفي وحش. فكره لما يبقى كل يوم عامه تبقى في مشكله من حاجه زي كده يبقى الموضوع عامه يلا بينا الموضوع مباح. والفكره ان دي الحاجات اللي بتطلع على النت، في ناس بتخاف تطلع على النت لا يتفضحوا، هي دي بقى النقطه. وكان معاكم يوسف عاد، ويلا سلام.